مفاجأة أخماش للزلزول وأمرابط تغير مستقبلهما بالكامل. حرب مشتعلة في وسط ميدان المنتخب المغربي، أسماء قوية تتصارع، لكن من سيحسم مكانه قبل المونديال؟ حكيمي في طريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ويقترب من إنجاز تاريخي، فهل نشهد ثاني كرة ذهبية إفريقية للدول المغربي؟ الخنوس يتحول من مشروع إعارة إلى هدف للأندية الإنجليزية، فهل سيبقى مع النادي الألماني أم هناك مفاجأة قادمة؟ متابعينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث. وقبل الخوض في التفاصيل، فضلا وليس أمرا، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، وذلك لدعمنا على تقديم المزيد، وشكرا. وسنفتتح هذه الملفات بالمفاجأة الكبرى التي قدمها إلياس أخماش للثنائي المغربي عبد الصمد الزلزولي وسفيان أمرابط، والتي قد تقلب مستقبلهما معا رأسا على عقب. كما تعلمون أصدقائي المتابعين، يوم أمس إنياغو بيريز جهز إلياس أخماش ليدخل في التشكيلة الأساسية، لكنه أثناء الإحماءات أحس بانزعاجات عضلية وأخبر مدربه بذلك في موقف جري يحسب له. المدرب الإسباني أدخل بديله في هذا اللقاء، فحققوا انتصارا مهما أمام أصدقاء سمير المرابط ليحجزوا مكانا في نهائي مسابقة المؤتمر الأوروبي، وبذلك ضمنوا مقعدا خامسا للأندية الإسبانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن مدرب رايو فايكانو مرشح بقوة لتدريب نادي فياريال في الموسم المقبل، وبسبب ما قدمه أخماش في آخر المباريات وموقفه الجريء أمام نادي ستراسبورغ، من المتوقع أن يثق فيه إنياغو بيريز ثقة عمياء في الموسم المقبل، خصوصا وأن إعارته مع نادي رايو فايكانو ستنتهي قريبا وسيعود لنادي فياريال ليجتمع معا مع نادي الغواصة الصفراء. وهذا الإنجاز الذي حققه أصدقاء إلياس أخماش قلب كل الموازين في نادي ريال بيتيس، لأن الفريق الأندلسي يحتل حاليا الرتبة الخامسة في لا ليغا الإسبانية، وبالتالي مرشح وبقوة للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، خاصة مع الفارق الشاسع بينه وبين صاحب المركز السادس. وحسب آخر المستجدات، الثنائي المغربي كان في طريقهما لمغادرة ريال بيتيس. أولا عبد الصمد الزلزولي، كل المؤشرات كانت تشير إلى انتقاله إلى فريق جديد بعد مستواه اللافت الذي قدمه في مختلف المسابقات. أما سفيان أمرابط، رغم أنه ركيزة أساسية في تشكيلة مانويل بيليغريني، إلا أن الهفوة التي ارتكبها في مسابقة اليوروبا ليج جعلت الجماهير تنقلب عليه وتضغط على الإدارة من أجل عدم التعاقد معه بصفة نهائية. وبما أن الفريق الأندلسي سيتأهل لمسابقة تشامبيونز ليج، فإنه سيحتفظ على سفيان أمرابط باعتباره قطعة أساسية في تشكيلة مانويل بيليغريني، ساهموا بشكل أساسي في تحقيق هذا التأهل. أما عبد الصمد الزلزولي المرشح بقوة للانتقال نحو ناد أقوى، فمما لا شك فيه إدارة بيتيس لن تفرط في الجناح المغربي، خصوصا مع الحوافز المالية التي ستدخل خزينة النادي بعد تحقيق هذا التأهل. ومن هذه الهدية التي قدمها إلياس أخماش للثنائي المغربي، سأنتقل بكم إلى الحرب المشتعلة في خط الوسط والمنافسة الكبيرة بين لاعب الأسود لحجز مكان لهم في اللائحة النهائية. كما هو معروف أصدقائي المتابعين، خط الوسط المنتخب المغربي يعتبر من أقوى الخطوط في تشكيلة الأسود، حيث يتوفر على مواهب كبيرة جدا، وبالتحاق بعدي وتألق لاعبين آخرين سيكون محمد وهبي في موقف لا يحسد عليه. من المتوقع أن تتواجد 7 أسماء في هذا الخط، 4 أسماء ضمنت مكانا لها في هذه التشكيلة، ويبقى الصراع على المراكز الأخرى بين عديد من اللاعبين بخصوص صناع اللعب أو الأسماء التي ستلعب كوسط ميدان متقدم. هناك 3 أسماء ضمنت تواجدها بصفة شبه رسمية. أولا بلال الخنوس، الذي يعتبر اللاعب الأساسي والمتألق بشكل لافت مع النادي الألماني، وأكد تطوره في آخر تجمع إعدادي مع كتيبة محمد وهبي، وبالتالي لا يختلف 2 على تواجده بشكل أساسي في تشكيلة المنتخب المغربي. الاسم الثاني هو عز الدين أناحي، هو الآخر رغم تراجع أدائه مع المنتخب المغربي، إلا أنه يقدم موسما رائعا مع نادي خيرونا الإسباني، وبالتالي يعتبر معوضا جيدا لبلال الخنوس، وربما خبرته الدولية وما صنعه في نهائيات كأس العالم السابقة قد يفيد من خلالها تشكيلة محمد وهبي. الاسم الثالث
في هذا المركز إسماعيل السباري هو الآخر، رغم أنه قدم مردودا باهتا في آخر معسكر تدريبي، إلا أنه يعتبر من نجوم البطولة الهولندية إن لم يكن أحسن لاعب فيها، فيكفي تهافت عديد من الأندية من أجل انتدابه في الميركاتو الصيفي، وبالتالي سيكون متواجدا في اللائحة النهائية. أما بخصوص الارتكاز أو اللاعب المحوري، هناك معركة حامية الوطيس، منافسة محتدمة بين اللاعبين، من الصعب أن تختار بين هذه الأسماء. أولا نائل العناوي دينامو المنتخب المغربي هو الآخر من الأسماء المرشحة وبقوة للتواجد في نهائيات كأس العالم، وقلتها مرارا وتكرارا يعتبر عميدا من أعمدة المنتخب المغربي. الاسم الثاني هو سمير المرابط الذي قدم نفسه بشكل رائع وكسب نقاط عديدة في آخر تربص إعدادي، ووصل هذا الإبداع مع نادي ستراسبورغ الفرنسي ما جعله محط أنظار عديد من الأندية الأوروبية. السرعة التي يتميز بها في اتخاذ القرارات تجعله لاعبا لا يمكن الاستغناء عنه في هذا المركز. الاسم الثالث هو أيوب بوعدي، إن تأكد رسميا التحاقه بكتيبة الأسود فبنسبة 100% سيكون في اللائحة النهائية التي ستخوض غمار بطولة كأس العالم. كما هناك 3 أسماء أخرى تنافس وبكل قوة لحجز مكانة لها في هذه القائمة. أولا سفيان أمرابط الغني عن التعريف الذي قدم كأس عالم لا يمكن نسيانها. تراجع أدائه في الآونة الأخيرة جعله محل شك لدى عديد من الجماهير، خصوصا بعد أدائه الباهت في بطولة كأس أفريقيا، لكن استعادته لمستوياته في البطولة الإسبانية مع كتيبة مانويل بيليغريني تجعله مرشحا وبقوة للدخول في هذه القائمة. الاسم الآخر هو عمران لوزا، قدم موسما استثنائيا مع نادي واتفورد، هناك تطور رهيب في أدائه، فيكفي أن محمد وهبي ذهب لمتابعته بشكل شخصي، ومن الطبيعي ينافس وبكل قوة للتواجد في هذه القائمة، لكن تألق أسماء أخرى في البطولة الأوروبية صعب عليه هذه المهمة. الاسم الآخر هو محمد ربيع حريمات الذي نال ثقة محمد وهبي في آخر مباراتي الأسود، كما يعتبر من أحسن لاعبي البطولة المحلية، وبالتالي ينافس أيضا للتواجد في اللائحة النهائية، لكن حسب وجهة نظر المتواضعة من الصعب أن يحجز مكانة له في هذه القائمة نظرا للأسماء القوية التي تألقت مؤخرا في هذا المركز. الاسم الآخر والأخير هو أسامة ترغلين، اللاعب الذي أبدع مع المنتخب الأولمبي لدرجة كنا نرى فيه مودريتش الجديد، لكن هناك تراجع في أدائه مع المنتخب المغربي خصوصا في بطولة كأس أفريقيا. لكن لكي أكون منصفا وأعطي لكل ذي حق حقه، في الآونة الأخيرة تحسن كثيرا مع فريقه فاينورد ويقدم مستويات رائعة في البطولة الهولندية. إذا أصدقائي المتابعين، هذه هي الأسماء التي تنافس بقوة لخطف مكانة لها في قائمة الأسود، وأكيد المستفيد الأكبر هو محمد وهبي. وقبل الانتقال إلى موضوع آخر، من ترشحون للتواجد في القائمة النهائية من بين هذه الأسماء؟ والآن سأنتقل بكم إلى أشرف حكيمي. وبعد خطف نادي باريس سان جيرمان لبطاقة المرور إلى نهائي تشامبيونز ليج، أضحى أشرف حكيمي من أبرز المرشحين لنيل جائزة البالندور الأفريقي للمرة الثانية تواليا، لا سيما أنه من المتوقع أن يخوض المباراة النهائية أمام الأرسنال الإنجليزي بعد تعافيه من الإصابة. ويعتبر حكيمي مرشحا وبقوة لنيل هذه الجائزة، أولا لأنه ساهم ب7 أهداف في هذه المسابقة، أضف إلى ذلك فاز بلقب كأس أفريقيا مع المنتخب المغربي، ومن المنتظر أن يقدم نسخة استثنائية في مسابقة كأس العالم. كما أن حكيمي يعتبر حاليا أفضل ظهير في العالم بشهادة خبراء كرة القدم، وآخرهم الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الذي اعتبره الوحيد الذي يستحق التواجد في تشكيلة بايرن ميونخ، هذا دون نسيان اعتراف المدرب الإسباني لويس إنريكي بأن أشرف هو القوة الضاربة في تشكيلة باريس سان جيرمان الفرنسي. قلت بأنه في طريقه نحو نيل البالندور الأفريقي للمرة الثانية تواليا، لأنه لا يوجد لاعب إفريقي يقدم مستويات مبهرة ولافتة في البطولة الأوروبية. ماذا عنكم متابعينا الكرام؟ هل تعتقدون بأن أشرف حكيمي سيفوز بالكرة الذهبية الإفريقية للمرة الثانية تواليا؟ والآن سأنتقل بكم إلى بلال الخنوس، ومن خلال ما جاء في مقالين من صحيفة وان فوتبول وبيلين نيوز سأشارك معكم مستجدات بلال الخنوس ومعلومات قيمة تشيد بهذا اللاعب.
إذ جاء في هذين المقالين بأن بلال لم يعد مجرد موهبة شابة قادمة للتعلم، بل تحول إلى أحد أبرز الأرقام الصعبة في الدوري الألماني بعد انتقاله لصفوف شتوتغارت، إذ أثبت قيمته الفنية سريعا. ففي 24 مباراة خاضها في البوندسليغا استطاع وضع بصمته بوضوح بتسجيله 4 أهداف وتقديمه 5 تمريرات حاسمة. المثير في هذا الأمر هو الاستمرارية، حيث تشير التقارير إلى أن الخنوس نجح في المساهمة بهدف في كل مباراة من مبارياته الأربع، وهو ما جعل الصحافة الأوروبية تصف تجربته بالنجاح الباهر. هذا التألق لم يمر مرور الكرام على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي بدأت بالفعل تحركاتها وجس نبض اللاعب. ووفقا لبيانات ترانسفير ماركت، فإن قائمة المهتمين بالظفر بخدمات المايسترو المغربي تشمل أسماء ثقيلة. توتنهام ونيوكاسل يبحثان عن تعزيز الإبداع في خط الوسط. كريستال بالاس وليدز يونايتد يراقبان الوضع عن كثب لضم موهبة قادرة على صنع الفارق. ورغم الضجيج القادم من إنجلترا، إلا أن إدارة نادي شتوتغارت تبدو هادئة تماما ولا تشعر بالقلق، والسبب يعود إلى ذكاء النادي في تحصين موهبته، حيث هناك عقد طويل الأمد يربط اللاعب بالنادي إلى غاية 2030 مع غياب الشرط الجزائي. ومن وجهة نظر المتواضعة، بين أرقامه المميزة في ألمانيا وأطماع الأندية الإنجليزية، يفرض بلال الخنوس نفسه كواحد من أكثر الملفات سخونة في الميركاتو المقبل. فهل سيفضل النجم المغربي الاستمرار في بيئة شتوتغارت التي انفجر فيها إبداعه، أم أن سحر البريمير ليج سيجعله يضغط لخوض تجربة جديدة في أقوى دوريات العالم؟ إذن أصدقائي المتابعين، هل ترون أن الوقت قد حان لانتقال الخنوس إلى البطولة الإنجليزية، أم أن البقاء في ألمانيا لموسم إضافي هو الخيار الأفضل لتطوره؟ وإلى هنا نكون قد وصلنا للختام. شكرا لكم على متابعة الفيديو حتى النهاية، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.